أمثال شعبية بنرددها وكلام كتير بنقوله في مواقف معينة من غير ما نعرف أصله إيه، رغم إن إحنا لو دورنا في التراث الشعبي المصري هنلاقي إن كلمات كتيرة ليها أصل في التراث ده. تعالوا أقول لكم أصل كلمة خلي البساط أحمدي. بيقال إن البساط في الكلمة دي منسوب للشيخ الصوفي المعروف السيد أحمد البدوي اللي ليه مقام شهير جدا في مدينة طنطا وناس كتير بتروح تزوره كل سنة. بيقال إن السيد أحمد البدوي كان ليه كرامات كتير، ومن ضمن الكرامات إن كان ليه بساط صغير بيفرشه يقعد عليه بين الناس. وكان معروف عن السيد أحمد البدوي إن قعدته كانت بسيطة وما فيهاش تكلف، وناس كتير كانوا بيحبوا السيد أحمد البدوي وبيحبوا يقعدوا معاه على البساط الصغير ده. الغريب بقى في الأمر إن ناس كتير بتقعد على البساط ده مع السيد أحمد البدوي وبيلاقوا إن البساط الصغير ده بيتسع وياخد ناس كتير، لدرجة إن كان في 1000 من الأشخاص قعدوا بجوار السيد أحمد البدوي على البساط ده والبساط اتسع ليهم، ومن هنا جت كلمة خلي البساط أحمد.